بتبدأ الحكاية بأب وأم كانوا عاملين عيد ميلاد لابنهم الصغير، وبيكون واقف جنب ابنهم مخلوق صغير غريب اسمه 2000. بس المخلوق ده ما بيكونش في حد بيشوفه، ووقتها لما جه الطفل ينفخ في الشمع ما بيعرفش يطفيه، فمخلوق 2000 بيساعده وبيطفيه له هو. وفي بيت تاني كان في راجل بيدور على نضارته بس أصلا بيكون لابسها ومش حاسس بيها، فمخلوق ال2000 اللي معاه في البيت بيهرش له مكان النضارة علشان يفتكر ويعرف إنها على دماغه. ووقتها بقى بنعرف ان مخلوق 2000 ده موجود منه في كل البيوت، وكمان بيساعد اهل البيت في مهماتهم اليومية، بس زي ما قلنا مفيش حد بيقدر يشوفه. وبعدها بشوية بنشوف بيت ضلمة وشكله مخيف، والبيت ده كان بيتأجر، واخر ناس كانوا مأجرينه كانوا ماشيين منه خلاص. وبنشوف جوه البيت ده مخلوق 2000 فرحان لان هو كان السبب انه يطفشهم اصلا من البيت. وعلى الجانب الآخر بنشوف عيلة كريستين، وبيكونوا مسافرين لمدينة جديدة لأن المدينة اللي هيروحوها دي هيتعمل فيها فيلم وكلهم هيشاركوا فيه. وبعدها لما وصلوا للمدينة دي دخلوا الاستوديو اللي هيمثلوا فيه الفيلم، وبنشوف في الاستوديو ده ممثل عمال يعمل عرض بس الناس كلها كانت بتتريق عليه. لكن الغريب بقى في نفس الوقت ده المكان كله بدأ يتدمر، وبتبدأ تحصل حاجات غريبة، وكل الديكورات والمشاهد بدأت تتدمر، وحتى الكرومة الخضراء وقعت على الممثل اللي بيعمل العرض، وفي نار ولعت في المكان كله، ورشاشات المية اشتغلت عشان تطفي الحريق. فالمنتج بعد ما الدنيا هديت كان متعصب جدا وطرد الممثل ده من المكان. وبالليل عيلة كريستينا راحوا وأجروا بيت في المدينة، وده برضه كان نفس البيت اللي الكائن 2000 طفش منه آخر مستأجرين. وأول لما دخلوا البيت ده وكائن 2000 شافهم كان متضايق منهم جدا وعايز يطفشهم هم كمان، بس طبعا محدش فيهم كان شايفه. وبعدها بشوية كريستين بتروح لمحل حلويات وبتبدأ تتعرف على ناس جديدة. وفي البيت بقى بابا كريستين ومامتها كانوا بيتدربوا على العرض اللي هيمثلوه. وبعدها لما بترجع كريستين بتنبههم على ميعاد العرض عشان الميعاد قرب جدا، فمامة كريستين وباباها جهزوا ومشيوا، وفضلت كريستين لوحدها في البيت. فالكائن 2000 بقى استغل الفرصة وحاول يطفشها من البيت، وبيبدأ يوقع الحاجات اللي في المطبخ، بس الستارة مسكت فيه وهو بيجري، فكريستين على طول جريت وراه وعرفت تمسكه وشدت جزء من شعره. والغريب بقى في الوقت ده كريستين قدرت تشوفه، فالكائن 2000 كان مستغرب لأن أول مرة حد يشوفه كده. فكريستين بدأت تتكلم معاه وقالت له انت مين وازاي بتختفي كده؟ فكائن ال2000 مردش عليها، وكل اللي طلبوا منها انه ياخد الشعر بتاعه اللي في ايديها عشان لو رجع الشعر ده هيختفي ومش هتشوفه تاني. لكن كريستين بترفض ان هي تديهوله، وبتكون مصرة ان هو يجاوب على الاسئلة بتاعتها. لكن بعدها بشوية اصحاب 2000 بييجوا، فكريستين بتقف مكانها وكانت عاملة نفسها انها مش شايفة حد فيهم. و2000 هو كمان كان بيداري على الموضوع وبيحاول يخبي على اصحابه ان كريستين اصلا شايفاهم. وبعدها لما بيخرجوا كلهم كريستين بتروح وراهم وبتلاقيهم كلهم متجمعين في مكان، فكريستين بتفضل واقفة بعيد وكانت عمالة تراقبهم عشان تشوف بيعملوا ايه. وبعدها بتعمل من شعر 2000 حظاظة عشان تفضل دايما شايفة الكائنات دي. وفي اليوم اللي بعده مارك صاحب كريستين راح لها للبيت عشان يزورها، بس 2000 بيزق كريستينا وهي ماسكة العصير عشان العصير يقع على مارك. وطبعا 2000 عمل كده عشان يطفش مارك لأنه ما كانش عايز حد جديد يدخل البيت. وبعدها 2000 بيبدأ يحكي لكريستين إن الناس المستأجرين قبليهم كانوا ناس مزعجين جدا، وقال لها إنه حاول يطفشهم لحد ما في الآخر نجح إنه يعمل كده. وبعدها بشوية لما طلعوا يقعدوا في الجنينة 2000 اتعلق في مكنة قص الشجر، وكريستينا كانت بتحاول تنقذه بس للأسف ما عرفتش، ووقعوا هما الاتنين في شاحنة رايحة مصنع. وأول لما الشاحنة بتوصل المكان اللي رايحاه كريستينا و2000 نزلوا منها. بس الغريب بقى الشاحنة دي لما دخلت المصنع الحمولة اللي كانت فيها ما كانتش هي دي الحمولة المطلوبة. ولما بيروح العامل علشان يزعق للسواق بيكتشف ان مفيش اصلا حد سايق الشاحنة، فكريستينا بتقرر ترجع تاني علشان تشوف ايه اللي بيحصل في المصنع. بس بيطلع بقى ان الحمولة اللي نزلت دي كانت حمولة فشار وانفجرت في المدينة كلها. وبعدها لما الدنيا بتهدى كريستين بتروح لصحفي وبتقول له انها صورت كل اللي حصل، لكن الصحفي لما بيبص على الصور بيلاقيها فاضية ومفيش اي حد باين فيها. وبالليل كريستين بتروح تقعد مع 2000 اللي في بيتهم وبتقول له انهم لازم يعرفوا مين اللي نزل حمولة الفشار الصبح في المصنع عشان محدش يتقبض عليه ظلم، وده لان اكيد شخص شرير هو اللي عمل كده. ف2000 قال لها انه هيساعدها فعلا بس ب3 شروط.
اول شرط تنزلي على ركبك وتقولي لي انا اسفه، وتاني شرط انك تنضفي البيت كله، والشرط التالت بقى انك ترجعي لي الفروه بتاعتي تاني. فكريستين قالت له لو ساعدتني فعلا ممكن ابقى اعمل لك الحاجات دي. وفعلا كده خلاص اتفقوا، وبعدها طلعوا على الشارع عشان يدوروا على الشخص الشرير اللي عمال يعمل المصايب دي. وبيشوفوا وقتها حد سايق شاحنه بشكل متهور جدا، وطبعا كان مخفي ومحدش شايفه. فكريستين و2000 بيروحوا ورا الشاحنه عشان يحاولوا يعرفوا مين ده. بس ساعتها بقى الكائن الشرير ده غير اتجاه سكه القطر، وكريستين و2000 عشان يلحقوه ركبوا القطر اللي ماشي جنب الشاحنه. لكن للاسف بعد شويه الشاحنه بتخش طريق جانبي، وكده كريستين و2000 مش يعرفوا يلحقوه تاني. بس بعدها بشويه الامن بتاع سكه القطر بيكتشف ان في قطرين ماشيين في نفس الاتجاه وهيخبطوا في بعض، فبيبلغهم بسرعه، والقطوره فعلا بتوقف وبتنزل الركاب. وعلى الجانب الاخر الكائن الشرير راح منطقه توربينات الهواء ودخل وربط كل العمال اللي فيها، وبيوصل السلوك بطريقه مختلفه، وده بيخلي التوربينات تلف عكس الاتجاه، والكهرباء ساعتها بتبدا تقطع في البلد كلها، والجو في المدينه كله بيكون بايظ ومش مظبوط. وساعتها بقى كريستين و2000 ركبوا عربيه عشان يدوروا على الكائن المخفي ده. بس بعدها بشويه عامل من العمال اللي كانوا مربوطين عرف يفك نفسه وراح بسرعه ورجع السلوك مكانها، وبكده رجع التوربينات تشتغل طبيعيه زي الاول. وبعدها بشويه كريستين وصلت للشاحنه بتاعت الكائن الشرير، ولما ركبت جواها 2000 ملحقهاش ومعرفش يركب معاها. وبعدها بشويه لما بتقف الشاحنه اللي فيها كريستين الباب بتاعها بيتفتح، وبتلاقي قدامها الممثل اللي شفناه في الاول. و2000 بقى بيحاول يستخدم حاسه الشم عنده علشان يعرف يوصل لكريستين. وكريستين ساعتها بتبدا تتكلم مع الممثل ده، وبتكتشف ان هو كمان معاه حظاظه من نفس نوع 2000، وكان بيشوف برضه كل كائنات ال2000. بس ساعتها بقى بيعترف لها ان هو اللي بيعمل كل ده، وقال لها كمان انه هينتقم من المدينه كلها. وقبل ما يمشي حبس كريستين واخد منها الحظاظه بتاعتها. وبعدها بشويه كائن ال2000 بتاع كريستين وصل، بس طبعا كريستين ما كانتش شايفه حاجه. ومش بس كده، ده الممثل رجع تاني واخد كائن ال2000 صاحب كريستين وحبسه في العربيه، وراح بالعربيه لمكان بعيد وولع فيها علشان يموت كائن ال2000 بتاع كريستين. بس كريستين ساعتها بقى قدرت تفك نفسها وراحت للمكان اللي بيتجمع فيه كل كائنات ال2000، وطلبت منهم ان هم يساعدوها لان الممثل ده ناوي يخرب المدينه كلها ومفيش حد غيرهم دلوقتي هيقدر يساعدها. ففعلا كائنات ال2000 اقتنعوا بكلامها وقرروا يروحوا معاها. وعلى الجانب الاخر الممثل الشرير ده راح للملاهي وقرر يفجر فيها قنبله عشان يموت عدد كبير من الناس. وطبعا الممثل ده كان لابس فرو كائنات ال2000 عشان محدش يقدر يشوفه. لكن المفاجأة بقى كائن 2000 صاحب كريستين طلع عايش وما ماتش ولا حاجة، وكمان جه الملاهي عشان يلحق القنبلة قبل ما تنفجر. وأول لما عرف يطفيها الممثل جاله تاني وربطه ورجع ولع القنبلة للمرة التانية. بس كائن ال2000 جاله خطة ورمى ولاعة على الممثل، وطبعا أول لما النار جت عليه كل الفرو اللي عليه اتحرق واتكشف كده وكل الناس بقت شايفاه. بس للأسف وقتها بقى القنبلة ضربت والملاهي بدأت تنفجر، والساقية الكبيرة اللي اتضربت فيها القنبلة وقعت من مكانها وبدأت تتحرك في المدينة كلها، وأكيد هتدمر أي حاجة في طريقها. وساعتها بقى بيحاولوا كائنات ال2000 كلهم إنهم يوقفوا الساقية قبل ما تدمر المدينة. فبيجي لهم فكرة وبيحطوا تحتها تمثال عشان يغيروا اتجاهها وما يخلوهاش تروح ناحية الناس. وجزء منهم راحوا مسكوا الممثل، إنما بقى الجزء التاني نجحوا أخيرا إنهم يوقعوا الساقية في البحر وما يخلوهاش تأذي أي حد. وبعدها بتكون الشرطة جت وكمان قبضوا على الممثل الشرير. وفي نهاية الحكاية كريستين كانت قاعدة مع 2000، وساعتها كانت بتديله الفروة بتاعته، بس 2000 رفض وقال لها أنا مش عايزها، أنا عايزك دايما تكوني شايفاني، وبيرجع لها الحظاظة تاني. فكريستين ما كانتش مصدقة نفسها وبتكون فرحانة جدا وبتحضنه، وبيقضوا من ساعتها وقت جميل جدا مع بعض، وبيروحوا الملاهي، وكمان بقى متعاون مع أهلها وبيساعدهم وبينظف لهم البيت. وبابا كريستين كان على طول مستغرب لأنه بيلاقي البيت متنظف وجميل على طول. فكريستين ما بتقولوش حاجة، بس طبعا بتكون عارفة مين اللي بيعمل كده لأنها طبعا هي الوحيدة اللي شايفة كائن ال2000. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.